بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة الإيطالية بالبرتقال من غير ولا نقطة زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة من الدهون. معانا 3 بيضات ننزل بيهم في الخلاط، ونبشر برتقانة وناخد البشر بتاعها نحطه مع البيض في الخلاط. حبيتي تحطي ورقتين فانيليا حطي، محبتيش بشر البرتقانة كفاية، كفيل ان هو يضيع الزفارة. وننزل عليهم ب120 جرام من السكر، وعلى السريع ناخدهم وفي الخلاط نضربهم كويس قوي. ضربناهم بالشكل ده، ننزل بيهم في بولة مع بعض. معانا في الوقت ده برتقانتين 2 مفصصين ومتقطعين قطع بالشكل اللي انت شايفاه ده. ولاحظي ان انت لازم تشيلي القشر الابيض اللي فيهم عشان ما يمررش معاكي، على قد ما تقدري تشيليه تشيليه. وننزل بيهم على الخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط، ونقلب كويس مع بعض. ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتحطي لي اللايك وتفعلي زر الجرس. هنا قلبناهم كويس. هننزل عليهم بكوبايتين دقيق، معانا من كوبايتين ل3 كوبايات على حسب ما نحتاج، على حسب حجم البيض. معانا نزلنا بواحدة وادي التانية. نقلب كويس ونحط كيس بودر، ونقلب مع بعض الخليط كويس مع الدقيق او الطحين على حسب ما بتسمي في بلدك. اكتبيلي في الكومنتات وقوليلي انت من انهي بلد بالظبط. قلبنا الخليط كويس لأنه محتاج شوية سوائل كمان. بنحط شوية عصير برتقان مع بعض، فنجان صغير. محتاج تاني بنكمل بقى الفنجان. انا خليت شوية عشان لو احتجتهم احط. هكمل بقى الفنجان واقلبه كويس كده، مش هحتاج اي حاجة تاني. معانا في الوقت ده صينية مدهونة سمنة او زبدة. ندهنها كده بحتة سمنة، يا دوبك طرف المعلقة او زبدة. ندهنها كويس قوي ومن الجوانب ومن كل الصينية، ما نخليش فيها حتة لما ندهن. معانا درجة حرارة الفرن عبارة عن 180 درجة مئوية، ونسخنه قبلها ب5 دقايق أو 10 دقايق. ننزل بالخليط كله في الصينية ونخبطها خبطتين على الرخامة كده، ونسويها كويس قوي. وكده الكيكة بتاعتنا أصبحت جاهزة للخبز. الفرن على درجة حرارة قلنا 180 لمدة ساعة إلا ربع. وآدي الكيكة معانا بعد ما استوى، ما شاء الله تحفة جميلة، ومن غير ولا نقطة زيت ولا سمنة ولا أي حاجة. نظرا لارتفاع وغلاء أسعار الزيت والسمنة، ففكرنا ولقينا إيه، إن فيه ترند جديد، وهو الكيكة الإيطالية بالبرتقال. جربوها معايا ومش هتندموا. ما شاء الله تحفة، خيال والله يا بنات. مش هوصف لك حلاوتها الا لما تجربيها انت بقى. انت اللي هتوصفي لي حلاوتها في الكومنتات. هنشقها مع بعض ونشوف هيطلع شكلها ايه. بس سخنة قوي، وجيت اشيلها في الوقت ده ما قدرتش ان انا اشيل. قلت استنى دقيقة على ما تبرد. اهي شوفوا بتدخن معاكي، مش قادرة ان انا امسكها بايدي، كمان طرية وهشة جدا، وما شاء الله عليها. وطعمها تحفة خيال بقى،
خيال فوق ما تتخيلي. مش عارفة كانت غايبة عننا فين الفكرة دي قبل كده. ان شاء الله هتجربيها وتعتمديها على طول. ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتحطي لي اللايك، ولو احتجت اي حاجة اكتبي لي في الكومنتات. ويا رب اكون فدتكم ولو بحاجة بسيطة من الفيديو بتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تنتظروني في الفيديو القادم. مع السلامة.